هتعتزل الفن وهتفتح حضانة. ده قرار أخدته الفنانة شيري عادل الساعات اللي عدت، وأثارت بيه حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها لما قالت إنها خلاص هتبطل تمثيل، وده لما طلعت في برنامج آخر سؤال. إعلان شيري ده كان مفاجئ لدرجة إنه خلى ناس كتير تتساءل إذا كان الموضوع ده بجد ولا مجرد مصحى. شيري قالت إنها قررت تبعد عن الفن وهتبدأ مشروع جديد بفتح حضانة أطفال. الموضوع بدأ لما شيري كلمت صاحبتها الفنانة بشرى في مكالمة تليفونية وقالت لها: أنا أخدت قرار كبير ومصيري وعايزة أقولك عليه، قررت أعتزل التمثيل وأفتح حضانة أطفال. بشرى استغربت جدا وقالت لها: انتي بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ شيري ردت: لا أنا مش بهزر، ايه المشكلة يعني؟ أنا كنت فاكراكي هتقفي جنبي. بشرى حست إن في حاجة غلط وقالت لها: انتي بتشتغليني ولا ايه يا حبيبتي؟ وفي الآخر شيري وضحت إن ده كان مجرد مقلب كوميدي عملته ضمن برنامج تلفزيوني. في سياق تاني شيري عادل أكدت عن حياتها الشخصية وأسباب ترددها في اختيار الأعمال الفنية، ووضحت إنها دايما بتحس إن الجمهور ليه حق إنه يعرف عنها أكتر لأنها دخلت بيوتهم وأصبحت جزء من حياتهم. شيري قالت: لما الناس تقولي إنهم بيعتبروني فرد من العيلة، دي أكتر جملة بتسعدني. شيري كمان كشفت عن طبيعتها المترددة في اتخاذ القرارات، وده اتسبب في إنها تضيع فرص كتير في مشوارها الفني، وقالت: أنا بفكر كتير قبل ما اختار أي عمل، وده أحيانا بيخليني أخسر فرص كبيرة، لكن بحس إن لازم أكون متأكدة من اختياراتي عشان الجمهور اللي بيحبني. وخلال تكريمها عن مسلسلها الأخير الوصفة السحرية اللي حقق نجاح كبير، شيري شاركت الجمهور بتفاصيل من كواليس العمل. المسلسل كان خطوة مهمة جدا في مشوارها، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين زي بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، وهادي كرم وغيرهم. شيري أكدت إن العمل كان تجربة مميزة وإنها استمتعت بالشغل مع فريق المسلسل. شيري كمان علقت على قلة ظهورها على السوشيال ميديا وقالت إنها بتفضل تبعد عن الأضواء الرقمية علشان تركز في شغلها الفني وتقدم أعمال تستحق الجمهور. ووضحت إن حياتها الشخصية مهمة جدا وإنها بتحاول توازن بين شغلها وحياتها بعيدا عن الضغوط. النقطة دي تحديدا خلت الجمهور يقدر شيري أكتر، خاصة إنها بتحاول تحافظ على خصوصيتها وفي نفس الوقت تفضل قريبة من جمهورها من خلال أعمالها. الجمهور اللي حضر الندوة كان حاسس قد إيه شيري صادقة وبسيطة، وده كان واضح من تفاعلهم مع كلامها وتسقيفهم المستمر. مسلسل الوصفة السحرية فعلا كان محطة مهمة في حياة شيري، وبيأكد إنها لسه عندها كتير تقدمه في مشوارها الفني بالرغم من كل التحديات والتردد اللي أحيانا بيواجهها.